السلام عليكم يا شباب، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، الفرق الحقيقي بين الناجحين والعاديين. كتير مننا بيفتكر إن الفرق بين الناجح والعادي هو الذكاء أو الموهبة أو الحظ، بس الحقيقة مختلفة تماما. تعالوا نتكلم بصراحة، الناجحين مش أذكى ولا أحسن مننا، هم بس عندهم عادات وطريقة تفكير مختلفة. خليني أشارك معاكم أهم الفروق اللي لاحظتها من خلال دراستي وتجربتي مع ناس ناجحة كتير. أول فرق، الناجحين بيركزوا على الحلول مش المشاكل. لما بيواجهوا تحدي بيسألوا نفسهم إيه اللي ممكن أعمله، مش ليه ده حصل. العاديين بيغضوا وقت كبير في الشكوى والتذمر، بينما الناجحين بيستخدموا نفس الوقت ده في إيجاد حلول. تاني فرق مهم، المسؤولية الشخصية. الناجحين بياخدوا مسؤولية حياتهم بالكامل، مفيش حد بيلوموه على فشلهم ولا بيستنوا حد ينقذهم، بيؤمنوا إن مصيرهم في إيدهم. الفرق الثالث، الناجحين عندهم رؤية واضحة، مش مجرد أحلام، دي أهداف محددة بيسعوا ليها كل يوم. العاديين غالبا بيعيشوا يوم بيوم من غير تخطيط واضح للمستقبل. رابعا، الناجحين بيستثمروا في نفسهم، بيقروا، بيتعلموا، بيطوروا مهاراتهم باستمرار. العاديين بيكتفوا باللي اتعلموه في المدرسة أو الجامعة وخلاص. خامسا، الناجحين مش بيخافوا من الفشل، بيعتبروه درس وفرصة للتعلم. العاديين بيتجنبوا المخاطرة خوفا من الفشل. سادسا، الناجحين بيحطوا نفسهم في بيئة إيجابية، بيختاروا أصدقائهم بعناية، بيتابعوا محتوى بيطور تفكيرهم وبيبعدوا عن السلبية. سابعا، الناجحين عندهم انضباط ذاتي قوي، بيعملوا اللي لازم يتعمل حتى لو مش حابين. العاديين بيأجلوا ويسوفوا لحد ما الفرص تضيع. ثامنا، الناجحين بيركزوا على التقدم التدريجي، مش شرط خطوات كبيرة، المهم يتحركوا للأمام كل يوم. العاديين عايزين نتائج سريعة، ولما مش بيلاقوها بييأسوا. تاسعا، الناجحين بيقدروا قيمة الوقت، عارفين إن كل دقيقة ليها تمن وبيستغلوا وقتهم صح. العاديين بيضيعوا ساعات في حاجات ملهاش قيمة. عاشرا، وده مهم جدا، الناجحين بيعرفوا إن النجاح مش رحلة فردية، بيبنوا علاقات، بيساعدوا غيرهم، وبيتعلموا من تجارب الآخرين. الخلاصة، النجاح مش موهبة ولا حظ، ده قرار بتاخده كل يوم. قرار إنك تكون أحسن، تتعلم أكتر، تشتغل أشطر. وعشان كده أنا عايز أقول لكم، مفيش حاجة اسمها ناس عادية، كلنا عندنا القدرة على النجاح. المهم نبدأ نغير عاداتنا وطريقة تفكيرنا. النهاردة قبل ما تناموا اسألوا نفسكم، أنا عايز أكون مين؟ وإيه اللي ممكن أعمله من بكرة عشان أوصل لهدفي؟ لو الفيديو ده أفادكم متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لناس أكتر محتاجة تسمع الكلام ده. وشاركولي في التعليقات إيه أكتر حاجة عجبتكم في الفيديو. شكراً إنكم شاركتوني وقتكم النهاردة، وأشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام.